السؤال الأول: يرجع السبب الرئيسي لظهور الدول المستقلة بمصر خلال العصر العباسي الثاني إلى قوة مصر الاقتصادية، ضعف السلطة المركزية ببغداد، موقع مصر الجغرافي، طبيعة شعب مصر. هنا عايز إيه؟ السبب الرئيسي لظهور الدول المستقلة بمصر خلال العصر العباسي الثاني. السبب الرئيسي ضعف الخلافة العباسية، تبقى الإجابة ضعف السلطة المركزية ببغداد. ارتبطت العوامل التي شجعت الولاة خلال العصر العباسي الثاني على الانفراد بحكم مصر بجوانب اقتصادية وجغرافية واجتماعية، اقتصادية واجتماعية ودينية، عسكرية وثقافية وفكرية، دينية وفكرية وسياسية. هنا بيقول لك إيه؟ العوامل التي شجعت الولاة خلال العصر العباسي الثاني على الانفراد بحكم مصر. أول حاجة قوة مصر الاقتصادية وتأثيرها على اقتصاديات الخلافة. تاني حاجة موقع مصر المتميز وبعدها عن عاصمة الخلافة ببغداد. رقم 3 طبيعة شعب مصر وما تميز به من طيبة. تبقى الإجابة اقتصادية وجغرافية واجتماعية. كان وصول أحمد بن طالون لحكم مصر نتيجة لتبعيات السياسة التي بدأها الخليفة المعتمد المعتض عمر بن الخطاب المعتصم. أحمد بن طالون كان من أصل تركي، وإحنا قلنا في عهد الخليفة المعتصم اعتمد على الأتراك في حكم مصر. تبقى الإجابة الخليفة المعتصم. تولى أحمد بن طالون حكم مصر خلال القرن الثالث الهجري بفضل الروابط الاجتماعية، قدرته الاقتصادية، مهاراته السياسية، مهاراته العسكرية. تولى أحمد بن طالون حكم مصر بفضل الروابط الاجتماعية، لأنه جاء نائبا عن زوج أمه بلكباك التركي، ثم أول ما تعين يرجخ اللي هو صهر أحمد بن طالون جعله نائبا عنه في حكم مصر. تبقى الإجابة الروابط الاجتماعية. نجح أحمد بن طالون في تحقيق طموحاته في حكم مصر والشام من خلال علاقاته الاجتماعية، مكانته الدينية، السياسة الاقتصادية، كفاءته الإدارية. احنا قلنا إن أحمد بن طالون أثبت منذ دخوله مصر مهارته في معالجة الأمور، وظهر شخصيته القوية إزاي؟ عن طريق إن هو قرب إليه مجموعة كبيرة من المصريين، اختار منهم طبقة كبيرة ضمها إلى حاشيته. ليه؟ علشان يتعرف على إدارة الدولة. غير كده إن شخصية أحمد بن طالون كانت طامحة للحكم والسلطان. تبقى الإجابة كفاءته الإدارية. نجح أحمد بن طالون في تثبيت حكمه بمصر، ثم اتجه لمد نفوذه نحو الشمال الشرقي، الجنوب الغربي، الشمال الجنوب. احنا درسنا ان احمد بن طالون مد نفوذه في بلاد الشام. طب فين هنا بلاد الشام؟ الشمال الشرقي. ظهرت مهارة احمد بن طالون وحكمته السياسية من خلال بناء عاصمة جديدة لدولته، توسيع حدود دولته بضم مناطق الثغور، توطيد علاقته الاجتماعية بالخلافة العباسية، استقلاله بمصر مع التبعية للخلافة العباسية. امتى ظهرت مهارة أحمد بن طالون وحكمته السياسية؟ أول ما سعى للاستقلال بمصر مع التبعية الإسمية للدولة العباسية والدعاء للخليفة. تبقى الإجابة استقلاله بمصر مع تبعيته للخلافة العباسية. السياسة ليس لها نظام ثابت، فعدو الأمس هو صديق اليوم. تدل هذه العبارة على العلاقة بين الخلفاء العباسيين وخمروية، أحمد بن طالون، محمد بن طاغ الإخشيدي، كافور الإخشيدي. احنا قلنا إن أول ما تولى خمروية الحكم بعد وفاة أحمد بن طالون، حاولت الخلافة العباسية استرداد مصر والشام، لكن خمروية نجح في إيه؟ في الانتصار على قوات الخلافة العباسية، وبعدين طلب الصلح. رحب الخليفة العباسي المعتمد بالصلح، وكتب لخمروية وأولاده من بعده ولاية مصر والشام لمدة كام؟ 30 سنة. تبقى الإجابة تدل هذه العبارة على العلاقة بين الخلفاء العباسيين وخمروية. تشابه حكم خمروية مع حكم أبيه أحمد بن طالون في التصدي لمحاولات العباسيين لاسترداد مصر،
بناء عاصمة جديدة للدولة الطولونية، صد الخطر الفاطمي على البلاد، الاستفادة من العلاقات الاجتماعية في تدعيم حكمه. تشابه حكم خمراوية مع حكم أبيه أحمد بن طالون في الاستفادة من العلاقات الاجتماعية في تدعيم حكمه. طب ده ليه؟ لأن خمراوية قام بتزويج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي المعتضد. ترتب عليه إيه؟ تقوية علاقة خمراوية بالخلافة العباسية وتمتعه باستقلال ونفوذ كامل على مصر والشام والثغور. حصل خمراوية على ولاية مصر والشام له ولأولاده لمدة 30 سنة نتيجة قوة دولته عسكريا، تقربه للقادة العباسيين، اتصافه بالعدل والتواضع، صلته الاجتماعية مع الخليفة. خمراوية حصل على ولاية مصر والشام له ولأولاده لمدة 30 سنة نتيجة قوة دولته عسكريا. طب ده ليه؟ لأنه نجح في الانتصار على قوات الخلافة العباسية ثم طلب الصلح من الخليفة المعتمد. حرص محمد بن طاغ الإخشيد قبل توليه حكم مصر على استمرار تبعيتها للخلافة العباسية من خلال مواجهة الأخطار الخارجية، إعادة الأمن إلى مصر، تأمين طرق الحج والتجارة، صد غارات البدو. احنا درسنا ان محمد بن طاغ الإخشيد استطاع التصدي للجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر. تبقى الإجابة مواجهة الأخطار الخارجية. سقطت السلطة الإسمية للدولة العباسية على مصر لأول مرة نتيجة تولي أحمد بن طالون الحكم بمصر، إعلان الإخشيد قيام دولته بمصر، انتصار خمراوية على قوات الخلافة، استيلاء الفاطميين على مصر. امتى سقطت السلطة الإسمية للدولة العباسية على مصر؟ أول ما استطاع الفاطميين دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي اللي أسقط حكم الدولة الإخشيدية، كما أسقط معها تبعية مصر للخلافة العباسية. تبقى الإجابة نتيجة استيلاء الفاطميين على مصر.